بصوا بقى، دي الاكله اللي بعملها في الايام اللي انا مستعجله فيها، وفي نفس الوقت دي احلى اكله بالنسبه لي لانها سهله قوي. في حله واحده. الرز طعمه مميز جدا، مش رز عادي، لا كده فيه بهارات وطعمه بجد جميل. وصدور الفراخ كده يعني بسيطه قوي تتبيلتها، وفي نفس الوقت سهله قوي. بجد انا متاكده ان هي هتعجبكم وهتسعفكم في الاوقات اللي انتم مزنوقين فيها. انا مرت لو اول مره تشوفوني، وما تنسوش تتابعوا الصفحه بتاعتنا. اول حاجة هعملها هي ان هتبل الفراخ، ولو مستعجلين كفاية قوي نسيبها نص ساعة في التتبيلة. انا هحط عليها بصل مبشور، وهحط عليها شوية لبن معصور عليهم عصرة ليمونة. هتلاقوا اللبن بيقطع شوية كده، لو مفيش لبن او اللي هو الحليب يعني تقدروا تستعملوا زبادي عادي. كوباية صغيرة من الزبادي. البهارات بسيطة: ملح، معايا بابريكا وشوية كركم، شوية كزبرة وشوية فلفل اسمر. وهحط كمان رشة من جوز الطيب. وبعد كده هنزل بالحليب او الزبادي، وهحط شوية توم فريش وهقلب، وهي دي التتبيلة بتاعتنا. اسيبها بقى مثلا في التلاجة نص ساعة. لو قدامكم وقت سيبوها زي ما تحبوا، يعني وقت اطول مفيش مشكلة. دلوقتي بقى الخطوة التانية، اني هجيب طاسة، هحط فيها شوية زبدة او سمنة مع زيت، وهبتدي ان انا اسخن الزيت ده يعني جامد شوية. وممكن استعمل الحلة عادي اللي انا هعمل فيها الرز قدام، يبقى كل حاجة في حلة واحدة، ده حسب اختياركم، يعني انتوا حرين في اللي هتستعملوه. علشان احط فيه القطع بتاعة صدور الفراخ، وتاخد صدمة كده وتاخد لون من الناحيتين. انا مش هسويها سوا كامل، انا مجرد بس بديها تشويحة ولون من الجهتين اكني بشويها، عشان بتفرق قوي في الطعم. بسيبها طبعا 3 دقايق مثلا على الناحية اللي فوق، وبعد كده اقلبها على الناحية اللي تحت، وزي ما انتم شايفين بتاخد كده اللون الحلو ده. وبعد ما تاخد كمان لون من الجهة اللي تحت، اطلعها بقى على طبق وكده خلاص. الخطوة اللي بعدها هحضر الرز. للرز بقى هحتاج ايه عشان اخلي طعمه مميز قوي؟ هضرب كده في الكبة شوية بصل وشوية فلفل اخضر مع بعض. هشوحهم برضو في شوية زيت مع حبة سمنة او زبدة الاول. وبعد كده هجيب الرز بتاعي، او سوري، قبل ما اجيب الرز هحط الملح الاول. وبعد كده هحط شوية من الفلفل الاسمر، وهقلبهم مع بعض كويس. وبعد كده هحط برضو معلقة صغيرة ممسوحة كده من الكركم، ده اللي بيدي اللون الحلو للرز. وهجيب بقى الرز بتاعي الكمية اللي انتوا عاوزينها، طبعا انا غسلاه ومصفياه، ده الرز اللي هو الفلاحي مش نقعاه ولا حاجة. هقلبه مع الخضار كويس قوي. وبعد كده ازود عليه مية مغلية. تمام. وبرضو ادوق اشوف الملح بتاعي مظبوط ولا محتاج ملح اكتر. وهقلب كويس الرز مع المية، وبعد كده ابتدي اجيب صدور الفراخ وارصها على الوش بتاع الحلة. هرصهم عادي بطريقة عشوائية يعني. وبعد كده هغطي على الحلة، اسيبها تغلي بس غلوة واحدة، وبعد كده ههدي النار شمعة خالص لحد ما الرز يستوي. هلاقي الرز مستوي، واخد من طعم الفراخ، والفراخ نفسها منها مشوية ومنها كمان سويتها مع الرز. الخلطة كلها على بعض كده جميلة جدا. ولو حابين كمان تضيفوا مع الفراخ من فوق شوية فلفل الوان، بيدي طعم جميل قوي. انا مستنياكم تجربوا الوصفة دي لانها سهلة وبسيطة، واي حد يقدر يدخل المطبخ ويحضرها. اشوفكم بقى في وصفة جديدة، وباي باي، ومستنية تعليقاتكم.